السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الأمل باللواء علي حسين الحوثي إن قضية صادق أبو شعر إنه هو الذي يتحرك ويعمل كل صغير وكبير، رغم أنه شهادة من الجميع بأن هذا الوليد رجل جيد وبيقدم الكثير ومتجاوب ومتعاون، لكن لا عند صادق أبو شعر ما نشداري ما هو الذي أثر عليه ولا عاد فعل شيء في الموضوع. فأنا أعذره لأن الموضوع بيت الأمير أغلى من إب، وأغلى من مشايخ إب، وأغلى من محافظة إب، ومن حقه أنه يتمسك بهم لأنهم هم مقومين الدولة، هم الناشئين للدولة، وهم الذي يعني إب تدي ايش تفعل إب ما لا شيء. أهم حاجة بيت الأمير، ما بيت الأمير موجودين، فالنظام والقانون والدولة موجودة، انتهى الموضوع. صادق أبو شعر يطز فيه من إب ما نعمل له مصعب إب، يعني ألف مبروك للاحترام والثقافة الذي وصلت إلى إب. فتحياتي للأخ وزير الداخلية وللواء علي حسين بدر الدين الحوثي الذي بذل جهد بإظهار القضية، ولكن في من يعرقل غيره. ومن هنا نقول يعني الحمد لله انه مسك شخص او اشخاص بمحافظة كاملة، او ذا يوزنوا المحافظة ايضا ويوزنوا اليمن كاملة، لكن شرع بإب وبعدان والشعر مشايخ ممتازين وطيبين. زعلوا مني ان قلت ان احنا منبطحين وان احنا براغله. عفوا، ما انتم احنا براغله ولا احنا منبطحين، احنا رجال الرجال واوفياء، ونوقف مع صاحبنا ونوقف مع الكل. يعني انا اقول لعنة الله عليها مشيخة، تلعنها من اليوم ليوم الدين، ويلعن والدي لا يكون يقول شيخ وما يعمل شيء. انا اول واحد اقدم استقالتي من المشيخة، ولا عاد انا شيخ ولا لي دخل بالمشيخة، ما عشتيهاش الى اليوم. باي باي. انا ارجع مواطن من غدوه افعل لي بسطه حق خضر واشتغل لي بسط خضر، ما عاشتش احد يقول لي يا شيخ امين ولا يا شيخ جدتي. والحمد لله ما طلبت توقيعات من احد، ولا طلبت من احد يوقع لي، لا شيخ ولا نقيب ولا شيء، حق ابي وجدي. لكن نقول هكذا لانه ما بد يعني ما تنازلوش حتى يطلقوا لنا جثه. الجثه ما يطلقوها، فاحنا لا داعي ان احنا نفتصع، ولا بو داعي ان احنا نقول ان احنا مشايخ، ولا ان احنا محافظه إب تعادل واحد.